هو احنا ممكن بقى ندي فرصة تانية لحد بقى كنا حاسين ان احنا بنحبه بجد وسيبناه بقى او سابنا علشان عمل موقف معانا او اكتشفنا بقى حاجة غلط عملها فبعدنا عنه؟ حبايبي انا بقصد هنا الحاجات اللي احنا ممكن نغفرها او نعديها، ما بقولش الحاجات اللي ما تغتفرش. مش الخيانة مثلا او سلوك سيء او انا لا اكذب ولكني اتجمل معايا بقى الى اخره. والشخص ده بقى حب انه يرجع لنا تاني، هل ينفع نديله فرصة تانية ولا لا؟ ده سؤال جالي وشايفه موضوع مهم ويهمكم. كملوا بقى الفيديو للآخر. طبعا أكيد كلنا بنغلط لأننا ببساطة بشر مش ملايكة. في الأول بقى لازم نسأل نفسنا سؤال، إحنا اخترنا الشخص ده على أساس إيه؟ عشان مظهره بقى، علشان جوهره، ولا ارتباط بقى كان تقليدي عن طريق حد مثلا رشحه لينا؟ ده بقى مهم جدا. أو كان الشخص ده بقى عاجبني علشان فكرة الارتباط أنا حاببها؟ وهل بقى بعدنا عن بعض ده كان علشان زلة لسان ولا عشان طباعه بقى مش كويسة أو متوافقناش معاه أو صدر منه أفعال يقول إن الشخص ده مش كويس؟ لما أعرف بقى إجابات عقلانية ومقنعة للموضوع ده أو للأسئلة دي ولاقيها بقى لصالحه، يبقى كمان أضيف هل بحس بغيابه ولا لأ؟ بتألم بقى كل يوم على فراقه ولا لأ؟ شايف كل الناس اللي حواليا هو؟ هل الشخص ده دايما على بالي على طول؟ هل الدنيا ملهاش طعم من غيره وما ينفعش اكمل حياتي بدونه؟ هل بقى بفتكر كل الاماكن اللي رحناها مع بعض او كنا فيها مع بعض وبتألم؟ وبفتكر كل مناسبة وكل لحظة عدت علينا واحنا مع بعض؟ لما تحس كمان انك فقدت شيء كبير جدا اللي هو كان السند في حياتك بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الشخص ده، وقتها بقى نقدر نقول الفرصة التانية بتكون مهمة وبتبقى كمان اختبار للطرفين. طبعا وليكم انتوا القرار. مش كل الناس طبعا ينفع نديها فرصة تانية، لان احيانا الفرصة التانية دي بقى بتكون قاتلة ليك نفسيا ومعنويا. طبعا دي مش مبالغة على فكرة، لان ممكن يكون سبب بعدكم اصلا كان بسبب امور او مواقف بشعة جدا ما تغتفرش، ورجوع الشخص ده ليك بيكون علشان هو عملية او مسألة تعود مش اكتر. طبعا لكن مش صادق وهيكرر نفس الخطأ اللي عمله قبل كده. فمحدش يقنعني بان الشخص بيتغير وفيه طبع، لان اللي فيه طبع ما بيتغيرش. وفي كلمة كمان بتقول الطبع بيغلب التطبع. اما المشاكل العادية او الظروف العادية بتكون الفرصة التانية كويسة، لانها ساعات بتكون طوق النجاة للعلاقة ما بين الاتنين. في النهاية بقى ادوا الفرصة التانية للناس اللي تستحق وبس.